مصالحها سابقا وتحن إلى العودة إلى الكرسي وإلى السلطة وإلى الزعامة وإلى السلطة، اختطفت هذه الثورة من هؤلاء الشباب، وبدأت تسخر هذه الثورة الجنوبية من أجل تحقيق مصالح شخصية لها ولتنفيذ أيضا أجندة قد تكون داخلية وقد تكون أيضا خارجية. يعني أستاذ هاني، أنت الآن تريد أن تقول للمشاهد أن هذه القيادات هي من قتلتك وسحلتك وسجنتك في الماضي، أليس كذلك؟ نعم، أنا دائما أقول أن على الشباب في الجنوب، الشباب الذين خرجوا في الثورة الحراك الجنوبي، أن يعوا أن هذه القيادات هي اختطفت هذه الثورة التي خرجوا من أجلها. لماذا يخدعون؟ الآن أنت تقول أو يقتل، يعني أنت قتلت أبي، قيادة هؤلاء قتلوا أبي وجدي وأخي وسجنوا وفعلوا، كيف، ما الذي يجعلني أنجر وراءهم الآن؟ ما الذي تغير؟ طبعا الذي تغير هو، أنا قبل أن أقول الشيء الذي غير الأمر، أنا أعتبر أن الدعاة بشكل عام، أو كان هناك قصور من الدعاة ومن المفكرين ومن الأدباء الذين والإعلاميين الذين عاصروا المرحلة، لم يركزوا بشكل كافي لإظهار مثل هذه الجرائم. بل أنا أقولها بكل صراحة أن الكثير من السياسيين من بعد حرب 94 لم يركزوا على إظهار ما حدث في الماضي من فساد، من نكبات، من قتل، من تشريد، وإنما ذهبوا إلى السلب وإلى النهب وإلى يعني كل واحد يبني نفسه أوضاعه الشخصية وهكذا، وتركوا الشارع. وهذا ما هو حاصل اليوم. يعني اليوم الكثير من نحن سمعنا أو رأينا ما حدث في مصر. الشعب المصري خرج بثورة من أجل إسقاط حسني مبارك، والكل خرج في هذه الثورة، ولكن اليوم نتفاجأ أن الذين خرجوا في الثورة أو كثير منهم اختطفوا هذه الثورة وسخروها من أجل عودة النظام السابق، وأصبحوا يحاربوا كل من خرج من الإسلاميين وغيرهم في هذه يعني استعانوا بهم، جعلوهم درعا لهم حتى تحققت تلك المصالح، ثم قالوا لهم اذهبوا لا نريد. ثم يصرحون بحل اي حزب سياسي يقوم على اساس اسلامي. بالضبط، ولذلك كان الاعلام يمكن يكون له دور بارز في هذه المساله. اليوم الكثير من الشباب او الشخصيات في الجنوب لما تجلس معهم وتناقشهم يقول لك انا عارف ان هؤلاء فعلوا وفعلوا وفعلوا، لكن هؤلاء لن يعودوا للحكم. نحن نستخدمهم قيادة الآن، نحن نستخدمهم حتى إذا عاد الجنوب ثم بعد ذلك سوف يذهبوا. هذه وجهة نظرهم. أنا طبعا أقول أن هذا من الخطأ الكبير الذي سيقع فيه هؤلاء الشباب المساكين. عليه من يعتبروا من أحد في بلدان أخرى. إلى الآن طبعا ما زالت هناك مناطق في عدن إذا ذكرتها تقشعر لها الأبدان، أسماء سجون حولت بعضها إلى مدارس وبعضها دفن وكذا. يعني أنا كإنسان جنوبي مثلا عندما أعرف أن هناك مناطق ما زلت إذا ذكرتها قام شعر رأسي وقف جلدي خوفا مما كان يحدث تحت هذه، والآن أطالب بمن كان يمارس في هذه كل شيء أن يأتي ويتدعمني وأكون جندي عنده. أنت وصفت بعض القيادات في الحراك بأنهم بدوية بكل حدة ورعونة البادية وما تفرضه البادية من مراوغات لأجل البقاء، وبين عصرية بكل قشور العصرنة الباهتة دون جواهرها النفيسة. هل يعني هذا أنهم أخذوا أسوأ ما في البادية وأرخص ما في المدينة؟ أنا قصدت هذا طبعا، أنهم لم أقصد بكلامي هذا أني أذم أهل البادية، يعني أنت تقصد وإنما أخذوا أسوأ ما في البادية، الصراع من أجل البقاء، الصراع على مورد الشاه، الصراع على الماء، الصراع على كذا، الغزو بين القبائل. طبعا هذا كان سابقا. أخذوا أسوأ ما في القبيلة وتركوا أو ما في البادية وتركوا أفضل ما في هذه البادية، وأيضا أخذوا أسوأ ما في العصرنة وتركوا أفضل ما في هذه العصرنة. يعني الصراع الموجود الآن من أجل البقاء أعتبره أنا شخصيا أعتبره صراع من أجل البقاء والعودة. أنت الآن يعني تلك القيادات تتباكى أمام الشعب الجنوبي وأنها معه، هي في الحقيقة تصارع من أجل البقاء، ليس كذلك؟ هذا صحيح. يعني على الشعب في الجنوب وعلى الشباب في الجنوب أن يفكروا قليلا. هذه القيادات وبالذات أنا أتكلم عن القيادات التي في الخارج التي أضرت بالجنوب أكثر مما نفعته.
أين أبنائهم؟ اليوم كثير من الشباب في الجنوب، يا أخي لماذا لا تدرس؟ يقول لا أدرس، لن أدرس حتى يخرج الاحتلال. لماذا لا تعمل؟ لن أعمل حتى يخرج الاحتلال. بينما هذه القيادات وهذه الزعامات أبنائها في أفضل الجامعات الأوروبية والعربية والآسيوية يدرسون ويتعلمون ويحصلون على الشهادات الكبرى. هذا له هدف، هذا له هدف أنهم إذا عادوا إن لم يحكم الأب فإن الابن هذا هو من سيحكم بعد ذلك. إذا تجهيل كما أننا نقول من فترة سابقة أن ما يحدث في الجنوب من غش وكذا هو تجهيل متعمد للجنوب من قبل النظام البائد في صنعاء، كذلك ما يحدث الآن من قبل بعض هذه القيادات هو تجهيل لأبناء الجنوب حتى لا يكونوا في مصاف أبناء هذه القيادات. يعني قد نصور هذا بأنه شوف الأسد حينما يأتي للصيد هو لا يشارك، يدع الصغار يصطادون والإناث وكذا حتى يتهيأ الصيد ثم يهجم هو فيأخذ الحصة الأكبر. القيادة هذه الآن هي في أفخر الفنادق في الخارج، تتمتع بثروات وأرصدة عالية في البنوك، أولادها في قمة الراحة والسعادة، فإذا ما قتل من الشعب الجنوبي من قتل وكذا وتحقق ما يريد جاء وقال أنا الذي كنت أزعمكم، أنا لي الكرسي وأنا الذي أكون زعيما لكم. ألا ترى أن هناك مبالغة في بعض ما تقوله؟ مثلا أنت تحمل الزعامات الجنوبية المسؤولية الكاملة في ثقافة الانتهازية، ثقافة الكذب والنفاق، ضرب الخصوم دون الاكتراث للعواقب، إقصاء الفئة الصالحة والمثقفات، قلب الحقائق، تبرير الممارسات الأخلاقية، كل هذا من أجل أن تبقى مستمتعة بامتيازاتها الرهيبة في الريادة والوجاهة والسلطة والثروة، حتى لو بقي الشعب الجنوبي يرزح في همومه ومشاكله وغير ذلك. هل هذا صحيح أم أنك تبالغ في مثل هذه الأطروحات؟ اقرأ تاريخ الجنوب أو اقرأ الواقع قراءة صحيحة، الواقع الذي نعيشه الآن، وأنت ستعرف هل هذا الكلام فيه شيء من المبالغة أم أنه كلام واقعي. تراه أنه واقعي؟ أنا أراه أنه واقعي، بل أرى أني قد قصرت ولم يعني تعاملت بألفاظ أكثر تهذيبا. نعم. إذا تقول هكذا. أحب أن أسألك، هل صحيح ما يشاع بأن بعض القادة الجنوبيين يتقاضون المال من الخارج؟ مثلا ما يقال أن البيض يتقاضى من إيران. طبعا هذا الكلام لا يشك فيه أي شخص، لأن البيض نفسه في مقابلة يعترف وفي مقابلة ينفي. لكن رأيت له فعلا مقابلة وهو يقول استلمنا مبالغ. لكن انظر إلى الواقع الآن. إذا عملنا يعني قراءة بسيطة للواقع الآن أو في السنتين بالذات الماضية لواقع هذه الشخصية الجنوبية، نجد أن هو الآن يسكن في بيروت. نعم. وفي كنف حزب الله. يعني المتكفل بنفقاته حتى قناة عدن لايف هي أساسا في العمارة وفي استديوهات قناة المنار وقناة العالم في نفس المبنى العمارة التي فيها القنوات الشيعية، بل والدعم هو من القنوات الشيعية نفسها، بل الإداريين هم من حزب الله فقط من الشيعية، بل حتى بعض المذيعين الآن هم من اللبنانيين بعد أن استقال مجموعة من المذيعين الجنوبيين من القناة بسبب بعض التصرفات أو رفضهم لبعض التصرفات والأوامر في إدارة هذه القناة. الدعم ظاهر بوضوح، بل أنا في فترة من الفترات سمعت أحد السياسيين وهو يتكلم ويقول كنت في لقاء مع البيض، وهو كان سفير جنوبي. قال كنت في لقاء مع البيض فقال لي البيض أنا مستاء من إيران. أنا معنى الأصل إني أنا مرتاح مع إيران. ليش مستاء من إيران؟ قال لأن إيران فاتحة خط أو عاملة خط معي مباشر عبر حزب الله، وعاملة خطين في الجنوب من طرق لا أعلم عنها شيء، يعني ما يستشيروني فيها. الطريق الثاني أو الأول هو عن طريق السفارة الإيرانية مباشرة، عندها شخصيات تعمل في الحراك، قد يكونوا قادة في الحراك يعملون مباشرة أو يتلقون الدعم المباشر من السفارة الإيرانية. هذه معلومات خطيرة يا أستاذ هاني. نعم. والبعض الآخر
هم يعملون مباشرة مع الحوثيين، يعني الحوثيين عاملين خط مباشر عن في الجنوب، وعندهم أتباع، عندهم من يعمل لصالحهم في هذه أو في الجنوب بشكل خاص. يعني في خطوط اتصال وليس دعم فقط، يعني خطوط معناها أن في إدارة وفي تمويل. أكبر من ذلك، في فترة من الفترات وزعت في لحج ملازم لحسين بدر الدين الحوثي، فيها إساءة لعائشة، فيها إساءة لأبي بكر، فيها إساءة، ملازم وزعت وشعارات لصقت في الليل، فألقي القبض أو ألقى بعض الشباب القبض على شابين وهم يقومون بتوزيع هذه الملازم. فلما جلسوا معهم: لماذا تفعل هذا؟ كيف ترضى الواحد يسب أمك؟ كيف تعمل كذا؟ لماذا تعمل كذا؟ قال: أعطونا من 5000 وإذا معكم من 10,000 نحن الآن بنحرق هذه الملازم أو غيرها. طبعا قد يكون قلة، لكن إذا سكتنا عن هذا الأمر سوف يستجد وسوف يكون هو الغالب في إطار الحراك الجنوبي. لا، نحن دائما نقول على الدعاة أن يشاركوا في الحراك الجنوبي، في رفع الظلم عن المظلومين، في استعادة المنهوبات، في محاربة الفساد، في أخذ الحقوق حتى لا يدخل هؤلاء ويستقلون. هاني في موضوع الدعم، السؤال الأبرز: ماذا تريد إيران من دعمها لهذه المكونات؟ أسمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود إليكم بعد الفاصل. توقفت معك قبل الفاصل، أنت كنت تتحدث طبعا وقطعنا حديثك لأجل الفاصل عن العلاقات الإيرانية المشبوهة، وأنا كنت أظن أنها تسريبات، وإذا بك تؤكد لي أن هناك خطوط مباشرة وخطوط يعني إدارة وتمويل وأكثر من كونها دعم عادي. ماذا تريد إيران؟ هي لماذا تدعم هنا وتدعم هنا؟ دعمت الحوثي وعرفنا ذلك، ماذا تريد من دعم الجنوب؟ طبعا معروف أن إيران يعني لديها أهداف كثيرة في المنطقة العربية بشكل عام، بالذات في المناطق الاستراتيجية، ولا يخفى الدور البارز الذي أو الموقع الجغرافي المتميز الذي حباه الله سبحانه وتعالى لليمن، وبالذات في الجنوب بحكم وجود يعني مضيق باب المندب. نعم. الحرب التي أو الصراع القائم بين الغرب وبين إيران على النفوذ في المنطقة العربية هو من أجل المصالح الشخصية أو يعني قد نسميها بسط النفوذ والسيطرة والهيمنة في المنطقة. إيران تعمل من جانبين، تعمل من أجل نشر أولا المذهب الشيعي أو التشيع في المنطقة العربية حتى يكون هذا مسهلا لها في عملية السيطرة السياسية للمنطقة العربية بشكل عام. إيران، وهذا قرأته أنا قبل ما يقرب من سنة في مقال كتبه أحد الصحفيين، وهو مقال ممتاز وجيد، يتكلم هذا الصحفي عن يعني أن إيران تسعى للسيطرة على الجنوب أو البسط لنفوذها في الجنوب من أجل تعويض خسارتها المحتملة في سوريا. من أجل السيطرة على باب إذا خسرت سوريا يكون معنا وطن جديد. البديل هو في الجنوب بشكل عام، وأيضا من أجل قطع، وهو قد يكون جانب اقتصادي بحت. يعني الخليج يسعى من أجل يعني مد خطوط أنابيب، أو الغرب من أجل مد خطوط أنابيب للغاز والبترول عبر سوريا، ميناء اللاذقية في سوريا، حتى يسهل نقله إلى أوروبا. وكذلك السعودية تسعى لمد خطوط أنابيب مباشرة عبر حضرموت إلى البحر العربي، وهذا ما سيفقد إيران العديد من الأوراق التي تلعب بها في المنطقة، وهي يعني إغلاق مضيق هرمز والسيطرة وتخويف أوروبا والغرب بإغلاق المضيق. لذلك الآن هي تسعى من أجل السيطرة أيضا على مضيق باب المندب. السؤال المهم هنا: ماذا سيقول مكونات الحراك بعد أن يأتي الحاكم بأمر الله الذي يتلقى أمره من الجانب الفارسي ويضع العلم الإيراني أمامه؟ هل سيكون هذا احتلال، أم أن أخوك الشقيق وكذا الذي من محافظة أخرى تسميه احتلال؟ هل يفسر مثل هذا الكلام الذي قلته
سر العلاقة الوليدة والمغازلات الموجودة اليوم بين بعض قادة الحراك من جهة وبين الحوثي من جهة أخرى، مع أن هذا التحالف سيضع الحراك والحوثي في خندق واحد. ولو ألقينا نظرة، الحوثي قام بجرائم تصنف أنها جرائم حرب، قام بجرائم في صعدة قد تصنف مستقبلا في محكمات دولية أنها جرائم ضد الإنسانية. من المستفيد؟ هل الحراك مستفيد أن يكون مع خندق الحوثي أم الحوثي هو المستفيد الأول من هذه العلاقات؟ طبعا المستفيد الوحيد من هذه أو من هكذا تحالفات هم الحوثيون بدرجة رئيسية. تجميل الصورة لدى الجنوب وفتح باب جديد للدخول إلى إظهار أننا نحن الذين سنقف معكم ونحن الذين ندعمكم. وأنا أعتبر أن الإخوة الجنوبيين الذين وقعوا في هذه المسألة أنهم وقعوا بسبب قد يكون عدم فهم أو قراءة صحيحة للواقع، أو بعدهم عن صعدة، لم يدروا لم يعرفوا ربما ماذا جرى في صعدة من جرائم وقد يكون أيضا غباء سياسي. أنا أعتبر أن التحالف بين الحراك وبين الحوثيين هو يحجم القضية الجنوبية ويقزمها، ويضر بالقضية الجنوبية أكثر مما ينفعها. القضية الجنوبية هي قضية شعب ودولة كانت قائمة. الحراك الجنوبي في الجنوب، الحراك الجنوبي السلمي في الجنوب لم يهجر أبناء الجنوب، ولم يقتل أبناء الجنوب، ولم يأخذ أموالهم، ولم ينتهك أعراضهم، ولم يفرض عليهم يغير دينهم وعقيدتهم. لكن الحوثيين في صعدة قتلوا ونهبوا واغتصبوا وأخذوا وفعلوا كل الأشياء، وحاربوا الناس في معاشهم، وهجروا الناس اللاجئين في حرب، في حجة، في غيرها من المناطق. أكثر من 200,000 لا يستطيعون أو 300,000 لا يستطيعون العودة إلى منازلهم وإلى مناطقهم. كونك تنزل قضية شعب وقضية عادلة كالقضية الجنوبية فيها ظلم حصل لأبناء الجنوب، وفيها حقوق نهبت، وفيها أشياء حصلت لهم في مصاف قضية محافظة استولى عليها متمردون خرجوا عن الشرعية، خرجوا عن العرف وعن القانون وعن المبادئ. هذا غباء سياسي. أنت الآن تتحالف مع الحوثيين من أجل أن تكسب أصواتهم مثلا في الحوار الوطني. نعم. والحوثيون 35 عضو، أنت تكسب 35 عضو من أجل أن تخسر 485 عضو في الحوار الوطني. سؤال مهم يطرح نعم، يعني القضية قد تكون وراءها بعض الأشياء والمصالح الشخصية، نعم، التي تدفع بأمثال هؤلاء القادة لعمل مثل هذه التحالفات. ماذا عن التسريبات التي تقول أن هناك بعض الخلايا الحوثية التي ألقي عليها القبض في الجنوب وهي كان لها دور بارز في الفوضى، بل ربما في مسرح أو مسلسل قتل ضباط الطيران؟ أنا سمعت في مرة من المرات من مسؤول عسكري صرح أنه تم القبض على مجموعة من الضباط، وبعضهم يحمل رتب عالية، قد يكون عددهم 20 أو 30، وهم موضوعون في أحد السجون في صنعاء. هذه الخلية أو التي تم القبض عليها كانت تعمل من أجل زعزعة الأمن والاستقرار واستهداف الطيارين واستهداف كذلك الطائرات. وهذا العمل أو هذه الخلية هي تحضر لهذا العمل واستهداف يعني القوى الجوية بما فيها من كفاءات من طيارين ومن ضباط ومن مهندسين وغيرها، هي تحضيرا للحرب السابعة التي يفكر بها الحوثيون مستقبلا. إذا يريد أن ينهك السلاح الذي لا يمتلكه هو الطيران. نعم. حتى الذي أضرهم وأسخن فيهم في الحروب السابقة. وهكذا يعني. وهناك أيضا أخبار تشير أن هناك يعني نحن لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي أيضا أن كثير من عمليات الاغتيالات في الجنوب أو غير الجنوب قد يكون يقف خلفها الحوثيون أو من يناصرونهم، لأن إذا أخذنا الأمر من ناحية عقلانية، من المستفيد من زعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب بشكل كبير؟ الدمويون، أصحاب المصالح والشركات من المتنفذين. ليس من مصلحتهم أن يتزعزع الأمن والاستقرار في الجنوب، صحيح، لأن هذا سوف يهدد أعمالهم ومصالحهم. نعم.
غيرهم من الأطراف الأخرى أنا لا أظن أن لهم مصالح فيها. الجهة الوحيدة المستفيدة من زعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب ومحاولة حرف الحراك السلمي الجنوبي إلى الحراك المسلح هم الحوثيون، حتى يعني يخفف الضغط الذي سيكون عليهم. الكل يلحظ اليوم انقساما في الحراك سواء قادة أو مكونات. السؤال ما أهم أسباب هذا الانقسام في دفع؟ أهم أسباب هذا الانقسام هو أن بعض القادة يريدون بمثلها مواقف معينة من التحالفات أو غيرها أن يصنعوا من أنفسهم قادة مستقبليين للجنوب. هذا من وجهة نظري. من الأسباب أيضا القوية هو الانفراد بالرأي. كل واحد يريد أن يكون هو صاحب الرأي الأول، هو الآمر، هو الناهي، هو الذي يقول لك افعل ولا تفعل، اجلس، امشي، تتكلم مع فلان، لا تتكلم مع فلان. هذه العقليات هي ذكرت هذا في مقالي. نعم. سأقدم السؤال هذا الذي هو ذكرت أنه مثلا محمد علي أحمد يتعامل مع الآخرين سواء من أعضاء الحركة ومن غيرهم من الجنوبيين، وكأن القضية الجنوبية دكان يملكها هو، هذا تعبيرك أنت. فهو يوجه الآخرين: قولوا هذا لا تقولوا هذا، افعلوا هذا ولا تفعلوا، امشوا مع فلان واتركوا المشي مع فلان. هذا يعني استبداد. وهذه إذن القادة الجنوبيين لم يتغير من ثقافتهم شيء، هي تلك الثقافة التي هو الحاكم المطلق أو الحاكم بأمر الله. لذلك نحن دائما نقول لا نريد أن نصنع دكتاتور جديد. نحن الثورات الربيع العربي قامت من أجل إزالة الدكتاتورية بشكل عام في الوطن العربي، ونحن لا نريد أن نعيد هذه الأفكار وهذه الدكتاتوريات من جديد. الثورات الربيع العربي قامت من أجل إزاحة الدكتاتوريات والأنظمة والأصنام. ومشكلة بعض الحراك الجنوبي أنهم يريدوا أن يعيدوا تلك الدكتاتوريات على أعناقهم ودمائهم من جديد. نعم. فالخلاف هو خلاف طبعا ولا يستطيع أحد أن ينكره، ولكن نحن دائما ندعو إلى توحيد الصف الجنوبي من أجل الخروج برؤية واضحة واستكمال ما بدأه الحراك الجنوبي السلمي في مؤتمر الحوار الوطني. وقد حقق مؤتمر الحوار أو فريق الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني ما لم يحققه غيرهم من الذين صاحوا وتكلموا وخرجوا وفعلوا. وصلت القضية الجنوبية إلى الأمم المتحدة، إلى كثير من الدول، واعترفت بالقضية وطالبت بحل القضية حل عادل بما يلبي تطلعات أبناء الشعب في الجنوب. ترى لماذا هذا في الانشقاقات وغيرها؟ هل له مدلول أم أنه؟ أنا أعتبر أن هذا التوقيت، طبعا نحن نعرف أن مؤتمر الحوار على وشك الانتهاء، وهي الآن مرحلة مخرجات، وكثير من المكونات والأحزاب كل واحد يريد أن يضغط في هذه الفترة الحرجة من أجل أن يحقق مكاسب شخصية لحزبه أو له شخصيا. قد يكون هذا التوقيت هو من أجل بعض المصالح التي يريد أن يحققها، سواء هذا المكون أو ذاك أو هذا الشخص أو ذاك، سواء له شخصيا أو لمكونه بشكل عام. يعني عبارة عن ضغوطات لا أكثر. نعم، هي عبارة عن ضغوطات. ولكن اليوم طبعا في فريق الحراك الجنوبي تم انتخاب قيادة جديدة، وهذه يعني قد تكون معلومة لم تؤكد أو تنشر بشكل رسمي، لكن أنا أؤكدها الآن أن تم تشكيل هيئة لإدارة فريق الحراك الجنوبي، ويكون محمد علي أحمد أحد أعضائها. طبعا لا أحد ينكر يعني ما عمله محمد علي أحمد خلال 7 أشهر في مؤتمر الحوار من توصيل بعض الأشياء والقضايا، ورجل أنا أقول أنه رجل فيه من الشجاعة وفيه من الإقدام، لكن نحن ننتقد عليه هذه التصرفات التي تضر بالقضية الجنوبية. نريد من هؤلاء أن يشكلوا هيئة حتى يكون القرار جماعي في فريق الحراك الجنوبي، ولا يكون القرار فردي ينفرد به أو شخص أو شخصين. اليوم هناك من يتعرض للتهديدات من بعض قادة الجنوب. السؤال الأبرز هو الذي يعني يثقل كاهن الآخرين: أنت الآن تهددني وأنت مواطن لا تملك شيئا، لا تملك قوة ولا شيء، يمكن تملك ميليشيات أو ناس مسلحين. ماذا ستفعل بي إذا عدت إلى الحكم؟ تهديدات وأنت مجرد مواطن لأن رأيي يختلف مع رأيك. كيف ستفعل أو ستمارس إذا عدت إلى الحكم مرة أخرى؟ ماذا تتوقع؟
طبعا هي المرحلة ما يحدث في الجنوب هي مرحلة الآن يعني مرحلة صراع من أجل بين المكونات. كل مكون يريد أن يكون هو الأقوى، هو المسيطر، هو المتنفذ، وهي مرحلة بغض النظر عن الجنوب عن الشعب هذا قضية. قد يكون بعض المكونات يفكر بهذا أو الأطراف تفكر بهذا التفكير، قد لا يفكر بما يحصل من مآسي للناس، وإنما يفكر بإظهار المكون الذي هو فيه. لكن أنا أقول أن أبناء الجنوب والشعب في الجنوب وشباب الجنوب هم على وعي كبير، وأنا على ثقة كبيرة أنهم لن يسمحوا للمتسلقين والذين اختطفوا ثورتهم أن يستمروا في هذا الأمر، بل سيعود الشباب ويأخذوا بزمام المبادرة وينفوا هذه القيادات التي أضرت في الجنوب، ويؤسسوا قيادة شابة تبني الجنوب، تؤسس للجنوب، تعيد للجنوب روحه الطيبة الخيرة التي كانت سابقا قبل أن يأتي الحكم الشمولي إلى الجنوب من 68 أو 69. أنت وأمثالك من يحملون هذا الفكر الرائع، ماذا يمكنكم أن توصلوا للجميع؟ يعني كيف يمكن أن تقنعوا هذا الشعب وأن تخبروه بأن هذا يضرك وهذا ينفعك؟ هل لديكم وسائل؟ طبعا بعد عام 2007 انطلاق الحراك الجنوبي والتحاق القادة أو كثير من القادة في 2009 بالذات القادة الذين في الخارج بالحراك الجنوبي، كان لا يستطيع أحد أن يتكلم عن هذه القيادات أو ينتقد هذه القيادات. لكن نحن دائما كنا نقول أن القضية الجنوبية هي قضية شعب وقضية دولة، لا يمكن أن تختزل في فصيل أو في شخص مهما كانت مكانة هذا الشخص وهذا الفصيل. لابد أن يعاد الأمر إلى أهله وهم الشعب في الجنوب. كفانا إقصاء للشعب في الجنوب من 67 لم يستشر في يعني الحكم، إدخال الحكم الشمولي الذي أضر بالجنوب لم يستشر، حتى في دخوله في الوحدة لم يستفتى الشعب.